قولي يا كروان، شفت لك فيديو على تيك توك كنت بتهاجم فيه النقيب أشرف زكي، كنت بتهاجمه ليه؟ هو انا اللي بحاكمه؟ انا هحاكمه؟ لا، مش بحاكمه طبعا. لا انا اللي بهاجمه. آه، ده هجوم شديد قوي. عشان افترى عليا طبعا وانا اول واحد بنمثل من على السوشيال ميديا، وطبعا ما خدتش حقي، وطبعا وقف المسلسل، ومش عارف ابن حماده حلال طالع يمثل. هو أنت مالك بابن حمادة هلال؟ والا لما ازاي يطلع يمثل، يطلع عيل؟ هو حر، هو حر يعني. هو حر يطلع واحد مش معاه تسريح يمثل فين؟ لا، ما في أطفال كتير بتمثل وموهوبين يعني. وانا عندي أنا شفت. كاريزما برضه. عندك إيه؟ عنده كاريزما. ع- والله ما عيتها تاني. ما علينا. دلوقتي يعني ملوش هو كاريزما. واصدقاء برضه من نفس السوشيال ميديا مثلوا، ما توقفوش. اشمعنى انا بقى؟ أنت قصدك يعني إن الأستاذ أشرف زكي بيخلي أبناء الممثلين مثلا يمثلوا وأنت لأ، في اضطهاد يعني ناحيتك أنت؟ لا، ابناء ممثلين و... وخلى كمان صحابي يمثلوا. مين صحابك؟ مش بدون ذكر اسامي بقى، مش عاوز اذكر حتى، هم ربنا يوفقهم طبعا. بس هو عشان ممثلين مع حد تقيل ما قدرش يتكلم، لكن لو ممثلين مع حد ضعيف